بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن شاء الله تكونوا كامل هنيين وتهنيين وصحتكم بخير ولاباس وكامل أموركم بخير. جبت لكم اليوم وصفة سهلة وبنينة وبسيطة واش كاين. نبداو على بركة الله. عندنا كاس مدافين، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خمارة تاع العجين، مغرفة كبيرة لحظة اللي ما عندهاش لحظة تعوضها بكاس حليب، بدل ما دير كاس مدافي دير كاس حليب. عندنا بيضة كاملة، ما تكونش كبيرة بزاف، تكون شوية هي متوسط الحجم صغيرة، وربع كاس زيت. نخلطوا المكونات كامل مع بعضها بهذا الشكل. نضيفوا الملح ونكملوا نخلطوا، ونضيفوا الفرينة بالتدريج حتى يتلم عنا الخليط. هذا الوصفة سهلة خصوصا مع فترة الامتحانات والدراري يبغوا حاجة خفيفة وبنينة، ومن الأمهات يكونوا مع ريفيزيون ما عندهمش الوقت باه يديروا حاجات بزاف يدوا وقت. هذه وصفة سهلة بسيطة وبنينة وماهاش مكلفة. تقدري ديريها مام غير بلا صوص والفرماج تجي تهبل. هنا الميت العجينة ما دلكتهاش الميتها برك بهذا الشكل، من بعد درت لها شوية زيت وراح نخلوها تخمر بجيه. هيا لا نخلوها تخمر. هنا الحشو راح ندير فيه صلصة طماطم وشوية زيتون وشوية دجاج. كان عندي برك ماشي ما درت فيها لا دجاج لا والو، كان عندي فتيته برك باقيه من الطياب تاع الفطور برك، نفتتها ودرتها معاه. وتقدري ما ديريش صلصة طماطم كيما نعرفوها كاع، شوية زيت فص ثوم وشوية طماطم مصبرة، وتسكرجي عليها حبة طماطم وديري لها ملح وفلفل كحل. هنا حليتها بالحلال، هي تقدري تحليها غير بيدك ماهيش راك تشوف فيها ديجا راهي تمشي وحدها بعد اللي خمرت. حليتها وهنا درت الطاجين تاعي سخن، حطيتها في الطاجين، بسطتها بهذا الشكل باه تديلي لا فورم هذيك الدائريه باش كي نجي نغلقها يجوني الاطراف كيف كيف. هنا خليتها حتى حسيتها طابت شويه من تحت ودرت هذوك البابل هاكم تشوفوا فيهم ديجا. نقلبها هنايا وندير، انا هنا بغيتها تكون طايبه هكذا باه تكون طايبه من الداخل ومن برا. ندير هذيك صلصه الطماطم، والحشو كما قلت لكم اقتصادي مليار في المية. حطيت شويه طماطم وشويه زيتون. راكم تشوفوا الدجاج درت برك فتيته، تقدري تستغني عليه نورمال. ومام الجبن المبشور تقدري تعوضيه بجبن مثلثات هكذا. وغلقتها بهذا الشكل. دهنها لنا بشويه زيت ولا زبده كما تحبوا، دهنها بشويه زيت برك باش تحمر لي من برا. ونحاول نجيب حاجه نضغط عليها من الاطراف باش ما يسيحليش هذاك الجبن الداخل، من يسيح ما يخرجليش من برا الاطراف. وزيد باش يطيبوا مليح دوك الاطراف ما يبقوش خضره بهذه الطريقه. وها هو الشكل تاعها، جات فيه واحد البنه تهبل. راكم تشوفوا فيها كيفاش جات وسهله وبسيطه وتوجد ليه وتفرحي بها وليداتك وعائلتك كامل. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وكنت خفيفه ظريفه عليكم. ويلا الا عجبتك الوصفه لايك واشتراك في القناه وكومنتير صغير، وجربيها باذن الله راح تنجحي فيها وراح يعجبوا وليداتك وشيء في الدنيا. وعلى خير.